خرجت ثقيف تعلن الولاء التام لأبرهة. مش كده بس، لا كمان وضعت رجال من أبنائها في خدمة جيش أبرهة، واشتغلوا كأدلة يدلوا الجيش على الطريق للبيت الحرام زاده الله تعظيما. طيب الخذلان الشديد ده كان بسبب الهزيمتين اللي اتكلمنا عنهم من الجيشين العربيين؟ لا طبعا مش ده السبب الوحيد. الخذلان ده له بعد تاريخي من نشأة وتكوين ثقيف نفسها، هنتكلم عنه في موضع تاني. بس طالما وصلنا لثقيف فده معناه ان الجيش الحبشي خلاص بقى قريب جدا من مكة. وقبل الكلام نبدأ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغارت طلائع الجيش الحبشي على أطراف مكة، وعاوزين نبدأ نفهم بقى المصطلحات علشان هتساعدنا كتير في الفهم المجمل والتفصيلي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الطليعة وجمعها طلائع دي بتبقى قوات خفيفة في مقدمة الجيش، وبيبقى دورها في الحرب زي سلاح المهندسين كده في حروب الزمان بتاعنا. يعني بتتقدم الجيش وتدخل تدرس طبيعة الأرض والتضاريس وظروف القتال، وممكن تبدأ القتال لو لزم الأمر. يعني بتبقى على كفاءة قتالية عالية جدا، وفي الغالب بتبقى أقوى الفصائل في الجيش، وبتتسمى برضه بالحراسة. المهم، طلائع الجيش الحبشي هجمت على أطراف مكة بقيادة الأسود ابن مفصول. واضح من اسمه إنه عربي، يعني كده الجيش الحبشي موجود فيه مقاتلين وكمان قادة من العرب، ودي لمحة جديرة بالذكر وجديرة بالفهم والاستيعاب. المهم، في حركة خاطفة خطفت الطليعة أموال لقبيلة تهامة، ومعاهم 200 بعير لسيد قريش عبد المطلب ابن هاشم. طبعا كده الموضوع خرج عن السيطرة، والنخوة العربية عملت عمايلها في النفوس وثارت ثائرة قريش وكنانة وهذيل ومن كان معهم من قبائل الحرم الشريف. وخلاص جمعوا بعض وهنحارب. لكن مجموعة من الرجال من أصحاب العقل والفتنة سكنوا الشباب وهدوا الناس، وقالوا لهم الموضوع مش هيمشي بالطريقة دي، انتوا بكام واحد وهتعملوا ايه في جيش كبير زي ده؟ اهدوا شوية لما نشوف ممكن نعمل ايه في المصيبة الكبيرة دي. احنا مش مستغنيين عنكم، تروحوا ما ترجعوش. طبعا الكلام ده مش معنى اننا بنقوله في احداث السيرة النبوية ان هو ده الصحيح، علشان المشاهد الكريم يبقى مركز معانا. احنا منهجنا اننا بنجمع الاحداث المتشابهة والمتماثلة وبعدين بنحللها بالاجمال وبالتفصيل، وبنقول رأي شرع ربنا فيها. نركز بالله عليكم، احنا لسه في الحلقة الثامنة، نكمل بس نفهم هو ليه أبرهة وليه الجيش الحبشي عمل الهجوم ده. زي ما قلنا قبل كده، أبرهة عنده ثأر مخصوص من قريش اللي لطخت كنيسته، وكمان هو عارف إنه قريش هم ملوك القوم، قريش هم ملوك العرب، وإن كانت مكة ليست مملكة ولا يحكمها ملك، ورغم أن جزيرة العرب بها ملوك وممالك وبها أمراء وإمارات، إلا إن قريش هم ملوك العرب ولهم القوة والسطوة والسيطرة، وكلمتهم تمشي على الجزيرة العربية صغيرها وكبيرها. المهم، أبرهة كان عاوز يستفز قريش للقتال عشان يحقق نكاية عسكرية تكسر سطوة وشموخ قريش، علشان لما يهدم الكعبة يبقى انتهى من الكعبة ومن اللي يفكر يبنيها تاني، ويبقى الخوف والانكسار هو سيد الموقف. واللي عمله أبرهة كان كمان لفت نظر وحركة دعائية تخلي الغفلان يصحى ويركز ويعرف إن في موضوع كبير بيحصل في الحتة دي من العالم. وبعد الطلعة دي، أقصد الهجوم على أطراف مكة مباشرة، أرسل أبرهة مبعوث سياسي اسمه حناطة الحميري. والحميري يعني من حمير، يعني من عرب اليمن. يبقى الطلائع كانت بقيادة رجل عربي، وكمان المبعوث السياسي رجل عربي. وهو ده المقصود تحديدا، لما يبعت المعتدي رجال من جلدة المعتدى عليهم، ويكون الرجال المبعوثين دول قادة وساسة، بتبقى دعوة عامة للمعتدى عليهم إنهم يعملوا زيهم. ما هم كويسين أهو، وكمان في نعمة ودنيتهم حلوة وكله تمام، والخيانة مش ملطخة هدومهم ولا وشهم. يعني ايه المشكلة اننا نعمل زيهم؟ الرد على الكلام ده في آية من كتاب الله. ربنا الكريم بيقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. انتهت الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.